بغيت ندير هذا الفيديو توضيحي لبعض الناس باش الرأي العام، لان متبعين الصفحه ومتبعين الاحداث اللي كيوقع في المستوى الاقليمي جراده، شنو كاين. مؤخرا درنا واحد المؤتمر اقليمي بالنسبه للحزب الاستقلال في ظرف 24 ساعه. الحمد لله انا ما كتبش عليكم، انا ما مازال كنت متخذ شي قرار نهائي باش نمشي منا ولا نمشي منا ولا شنو ندير. فكرت مزيان، شفت مصلحه للشباب، للاقليم، للناس. شفت واحد المصلحه كنشوفها على المستوى البعيد، ما كنشوفش على المستوى القريب. لان علاش دابا البرلمانيه بالنسبه للانتخابات البرلمانيه غادي مرحله ودايزه، ولكن شوف ما بعد البرلمان شنو غادي يوقع. الناس ما قارياش شي حسابات. علاش درك كيقول لك لا فلان حقا مشى مع فلان، لا حقا فلان، لا حقا فلان. هذاك الشخص الا نجح الله يسخر له، الله يسهل عليه. اما بالنسبه لنا كنقولوا كمسؤول في داخل الحزب، عند كاين مهام اللي غتخدم مع الوزاره، مع الحكومه، مع الاحزاب الفوق. ما غاديش تخدم هنايا، غادي تما غادي تجيب لهنا كما نقولوا. كاين مشاريع متعثره، كاين بزاف امور هنايا، يعني من تما غادي تمشي ترافع عليهم، سواء نجح برلماني ولا ما نجحش. حنا مع الحزب اللي غادي نقدروا نوصلوا لهذاك الشيء اللي غادي ان شاء الله من 2026 شنو غترأس الحكومه، شنو غادي يكون. والاغلبيه الحزب اللي راكم عارفين اللي غادي يكون واللي غادي تكون من الاغلبيه ولا هذه، ونوصلوا لهم هذاك الشيء اللي بغينا. اما نجي في المواقع التواصل بعض الناس، ما كنقولوش كل شيء، كتبقى تنتقد وكتبقى تضرب لا حقا هذه نديروا عليهم نجمعوا الاحزاب ونديروا عليهم كروه. حنا نجمعوا الاحزاب ونديروا عليهم كروه، اذا على من نصوتوا؟ نجيبوا ناس من برا يسيرونا، حنا يسيرونا في بلادنا، حنا في ارضنا يسيرونا ناس من برا يجيبوا يسيرهم. بالعكس حنا شباب عندنا طموح، بغينا نخدموا هذه البلاد، بغينا نتحركوا، بغينا نسو شلا امور نديروها. واللي بغى ومستطاع باغي يخدم مرحبا وسهلا، ما عندناش مشكل. بغينا نوصل واحد الميساج باش يقول لك لا حقا، كيقول لك مقاطعه انتخابات، تقول لك احزاب ما نصوتوش عليها، يقول لك ايوا على من نصوتوا وشنو نجيبوا ناس برانيين يسيرونا البلاد. وقيله ياك هادشي اللي بغيتو. ومن هذا المنبر راه اي واحد عنده الحق يدخل كيف ما بغى يكون، حزب كيف ما بغى يكون يمشي له. كل واحد بغى يمشي، ما غاش نجي واحد نفرض عليه نقول له لا خصك تجي معايا. هذاك عندها حريه التعبير ديالها، يمشي مع اكس مشي. ولكن هذيك كتبقى سياسه وتمارس السياسه ديالي، ماشي نمشيو نتعاداو ولا ندبزوا مع قبيله ولا ندبز مع صحابي ولا ندبز مع لان علاش هذه مرحله وفايته. هذا واحد الباب كيدوز فايت. كنقولها لصحابي، كنقول لهم ودي شوف انت مشيت من وانا مشيت من، كتبقى الاخوه والصحبه. بصح ما نمشي نتعاداو حق راك ما مشيتش معايا ماشي صاحبي، لا. خصها يكون عندك كما نقولوا القلب فيه الايمان. هذه مرحله فايته. ثاني حاجه بالنسبه للشباب اللي مسجلين في اللوائح الانتخابيه، راهم حقهم اي حزب، اي شاب ينخرط في اي حزب كما بغى يكون، انه ينخرط معاه ولا يدير مع حمله ولا داك الشيء. ما نبقاوش نكرهوا الشباب في المؤسسات. راه المؤسسات ديال الدوله هذه راه من حق اي شاب يدخل ويمشي ويعبر على الصوت ديالو وينخرط، واللي كتلقى واحد حزب كبير اللي فيه جميع الافاقات، فيه الشبيبات، فيه الكشفيه، فيه المنظمات، فيه مهم بزاف كاين بزاف البيبان تما يقدر يشتغل من هذاك الباب، يقدر يشتغل مع الحزب في الرباط، لان كتلقى ناس اللي في الرباط هما اللي كنقولوا تخدم معاهم. المهم هذا ميساج بغيت نوصل لكم. وشي واحد احتاج شي معلومه ولا شي حاجه مرحبا، انا ما عنديش مشكل، سواء كنت معايا ولا ما كنتش معايا مرحبا، انا ما عنديش مشكل. غير واحد القضيه كما قال لها واحد، ماشي انسان كيوقف معاك ويجري معاك ويدير معاك وفي الثاني انت ما كتجي ما كتقدرش تقول حتى واحد الكلمه زينه. انا بزاف كنعرف الناس اللي كتوقف معاه وتجي ما كيقولش كلمه زينه، واش غادي تقول لها؟ هكا كابر في المحيط ديالها، هكا داير ما راضيش ما راضيش من راسو باش يقول لك لا وشكرا ورحم والدين. حنا غير كنديروا السبا وكنوصلوا المساج وربي كيجيب التسخير. ما كنديروش نقولوا لا ولا كنطلبوا منكم شي حاجه ولا هذه ولا هذه. يعني كنطلبوا لكم غير عود الخير. هذاك الشيء اللي كنديروا في سبيل الله، سواء كنت معايا ولا ما كنتش معايا. ومؤخرا من مشينا حضرنا هذا المكتب اثناء بالنسبه للجمع العام العادي اللي كيدار في جراده، راه تقريبا دابا كار وحافله كبيره اللي كتهز تقريبا 20 بلاصه. يعني هادو في ظرف 48 ساعه غير ميساجات تليفونات طاف جمعتهم كامل 48 ساعه جمعناهم. راه هي ماشي سهله، وانا بالنسبه لي ماشي صعيبه، الحمد لله سهله.
وناس اللي كان درنا فيهم هذاك الشيء راه ما حضروش معنا، جاو ناس اخرين، ماشي غير باش بنادم يفهم. حنا ديال الجميع، واللي بغى شي حاجه مرحبا، هادشي اللي كاين. احنا خدامين نشوفوا شي حاجه انا ما عجبتناش وشنا وشفنا كنخدموا وكنشوفوا هذيك حاجه ما عجبتنيش، سهله، السلام عليكم، تلاقينا خذ نفرقوا خوز سالينا ونقطعوا ورجع للصدر. ولكن الحاجه اللي كنشوف انا مزيان المدينه والبلاد والامه والشباب، انا كنشوف فيها مزيانه، وكل واحد كيشوف المنظور ديالو كيفاش كيشوفها، ولكن كنشوفوا المدى البعيد ما كنشوفوش المدى القصير. كنجيو نقولوا واحد الهضره باللي هذاك شفار، هذاك خوان، هذاك سراق، هذاك شي. اول حاجه الانسان عندما ينتخب ويترشح وينجح راه كيصرح الممتلكات ديالو للدوله. بس صحيح بعض المغالطات الناس ما عارفاش هاد الامور. كيتصرح انت للدوله نهار غادي دير شي حاجه من كتكون ناجح وتبغي تبني دار ولا تشري طوموبيل ولا كيقولوا لك من اين لك هذا، منين جبته، تصرح لنا باش ما نبقاوش نطلقوا واحد الاتهامات حكار اخو مليار 2 ملاير 3 ملاير 4 ملاير. الناس غير كتشير في الفلوس. انا بعدا غير كنسمع هاد الهضره كان عقلي كيدوخ. غادي غير تصحيح بعض المغالطات. راه اي مترشح كيفاش ما بغى يكون، كيف ما بغى يكون في المستوى الجماعي او البرلمانيه او الجهه او كيصرح بالممتلكات ديالو، كيفوت هذيك المده اذا دار شي دار ولا كيصرح لهم كيقول لهم واش كاين، كيسولوا من اين كان هذا، منين جبت هذا الشيء، منين جبت هذا الشيء. وتما راه كاين الحساب. راه بزاف شفتوا برلمانيين ومنتخبون راهم في الحبس على ود هذا الشيء. مشاكل انسان الا كيشوف شي امور اللي كنقولوا غادي ياكل فيها العصا راه ما غاديش يقدر يحط فيها رجله. هذا غير تصحيح الى تنوير الراي العام. وتحياتي لكم والسلام عليكم.